البنك الأهلي يعرض على النادي الأهلي شراء رضا سليم مقابل انتقال أسامة فيصل للأهلي. تعرف على ما سيحدث. يبدو كده ان الساعات القادمة قد تشهد جديد في مصير أسامة فيصل ورضا سليم. رضا سليم كل الكلام عليه دلوقتي في وسائل الإعلام انه هيروح الدوري المغربي، ولكن دلوقتي والكلام الوارد من النادي الأهلي حدث تواصل من جانب مسؤول البنك الأهلي مع النادي الأهلي وتم تقديم عرض وهو شراء رضا سليم بشكل نهائي. رضا سليم ينتقل للبنك الأهلي على شكل بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، وفي المقابل انتقال أسامة فيصل إلى النادي الأهلي. فهل يوافق النادي الأهلي على هذا العرض؟ أنا من وجهة نظري شايف إن الصفقة دي هتكون مكسب للبنك الأهلي وخسارة للنادي الأهلي، لأن لو قلنا أسامة فيصل ورضا سليم الاتنين في مستواهم، رضا سليم أعلى بكتير من أسامة فيصل، رغم إن رضا سليم جناح وأسامة فيصل مهاجم، ولكن أنا بتكلم عن تأثير اللاعب في الملعب. رضا سليم لاعب كبير، أسامة فيصل لاعب عادي.